من اجمل الاخبار اللي سمعتها في حياتي الخبر اللي سمعته النهارده ولسه قريت دلوقتي. في بنوته والدها متوفي، والبنت ديت عايشه مع والدتها. البنت ديت كتبت على صفحتها في الفيسبوك استغاثه، بتشتكي من شويه صيع بيتفاووا بألفاظ خادشة للحياة وبيعكسوها، والبنت دي نشرت على صفحتها الاستغاثة دي. فما كان من الراجل الوقور المحترم، بغض النظر عن وظيفة سيادتك، الوقور المحترم محمد أبو العزم مأمور اسم شرطة أشمون، والله العظيم ضربت مثل رائع، والمصحف شريف كإنسان مسؤول محترم وقور. الراجل الطيب دوت النهارده بيعلمنا المروءة والنخوة، بيعلمنا الكرامة والعزة، وبيرفع شعار بنات الناس ما تنداس يا ناس. بمجرد مأمور اسم شرطة أشمون ما قرأ بوست البنت الطيبة ديت مسكتش، علق على البوست وقال لها حالا هيكون عندك دورية أمنية يا ست البنات، حالا هيكون عندك دورية أمنية يا ست البنات. الراجل الطيب دوت تعامل مع البنت الطيبة ديت مش كما لو كانت زي بنته لو المصحف الشريف، اتعامل مع البنت ديت كما لو كانت بنته، ولسان حاله كأنه بيقول لها لو أبوك توفى أنا أبوك، لو أبوك توفى أنا أبوكي. بنات الناس ما تنداس يا ناس، بنات الناس يا ناس مسؤوليتنا كلنا كمجتمع، بنات الناس يا ناس مسؤوليتنا كلنا كمجتمع، بنات الناس مسؤوليتنا كلنا كمجتمع. شكرا جزيلا للضابط المحترم، شكرا جزيلا. وانا قسما بالله العظيم الناس اللي عارفاني كويس ما تعودتش ان انا اشكر حد، ولكن سيادتك اشكرك ونص وثلاث ارباع، كتر الف خيرك، انت انسان محترم وابن اصول. مع السلامة.